اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رؤيا الأموات في المنام من أحسن وأجمل الرؤى التي ترى في المنام، وخاصة لو رأيت الميت بيبتسم ليك أو بيحضنك أو بيتعرف عليك أو بيتكلم معاك أو بينظف ليك أو بيغسل ليك ملابسك في المنام، لو بيغسل لك بيروق لك بيتك، بيرتب لك بيتك، بيعدل لك حاجتك، فهي بشارات عظيمة لك من الله سبحانه وتعالى. ولكن مبدئيا يجب في رؤيا أي ميت من الأموات إن أنت تقوم من نومك تخرج لي صدقة أو تدعي لي كتير، واعلم إن ربنا سبحانه وتعالى هيضاعف ليك أجر هذه الصدقة وأجر هذه الأموال أو الدعاء، فهي جميلة جدا. وكمان هيسخر ليك من خلقه اللي هيدعي ليك وكمان هيبعتك لناس يتذكروك بعد ما ماتك، هيكون لك خير في الدنيا وخير في الآخرة. فرؤيا الميت بيغسل ثيابه هو أو بيغسل غسيله هو أمامك في المنام، أو بيقول لك خد ملابسي اغسلها، فيعلم أن الميت ده مات على شوية من الذنوب، فيجب عليك ان انت تغسل له هذه الذنوب بالصدقات بقى، او لو انت كنت عارف عنه حاجة، عارف عنه ان هو ظالم مثلا حد، او عارف ان هو اخد حاجة من حد، او حد مسلفه حاجة، فياريت تردها له، لان ده طبعا في ذمة الله، وده طبعا بيكون يعني زي حاجة كده او تنبيه ليك من الله سبحانه وتعالى مباشرة ليك. فياريت ان احنا نسد او نعمل، وطبعا محدش بيضيع له حاجة يا جماعة، كل اللي بيعمل حاجة او بيدفع حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيشيلها له وبيعطيها له اضعاف مضاعفة. كمان رؤيا الميت بيغسل ليك ملابسك انت، فهي بشارة ليك بزوال كل هم وزوال كل مشكلة وانتهاء أزمات في حياتك وانتهاء كل مشكلة وقدوم الفرح والفرج إلى حياة الإنسان، فهي البشارة الجميلة بقدوم الفرح. كمان رؤية الميت بيعطيك الملابس، فهي البشارة الجميلة بقدوم المناسبات السعيدة والأخبار السارة وانتهاء كل أزمة من حياة الإنسان. رؤية الميت بيعطيك بطانية تدل على دفء سيدخل حياتك وسعادة تملأها، فللحامل ولادة وللعزباء زواج بأمر الله، وللمتخاصمين أو اللي عندهم مشكلات تدل على الإصلاح والصلاح بين الزوجين والدفء الأسري والرزق الذي يملأ حياة الإنسان.